السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في قناه نبيله مزيانين. اليوم ان شاء الله غادي نديرو مع بعض حلوه الطابع ولا الطرنول، حلوه اقتصاديه تقليديه جزائريه. نبدا مباشره في المقادير وكيفيه التحضير. نبداو بسم الله. انا رايحه ندير بالعبر. عندي عبر بيض، عبر زيت، عبر سكر، قرصه ملح، مبشور ليمون، فارينه حسب الحاجه، وكيس خميره كيميائيه. نحكمو ان ريسيبيون نحطو فيه البيض تاعنا، يخداو لي 5 حبات بيض مع كاس سكر. نخلطو كامل المقادير. نبقى نخلط. بعد ما داب لي السكر نضيف له عبر تاع زيت، مع مبشور تاع ليمون. في الاخر نضيف الفارينه ديالي مع قرصه تاع ملح وكيس خميره كيميائيه. نخلط مليح حتى نتحصل على عجينه طريه. هذا هو القوام تاع العجينه اللي تحصلنا عليه، ماشي يابسه وماشي طريه مليح. نفتح العجينه تاعي على سمك 1 سنتيمتر، ما نديروها شقيقه كما راكم تشوفوا. بعد ما فتحنا العجينه تاعنا نحكمو الطابع تاعنا وبداو نشكلوه في الحلوه تاعنا. انا خيرت هاد المول طائري وانتم واش عندكم ديروا. نحطوا الحلوه تاعنا في صينيه ولا في سنيوه اللي تدخل للفرن. هذه هي الكميه اللي تحصلت عليها، حوالي 25 حبه. انتم تقدروا تحصلوا حتى 30 حبه. انا درت طابع حجم كبير شويه. هنا نحكم حبه بيض مع شويه قهوه ونبدا ندهن الحلوه تاعي. بعد ما دهنت كامل الحلوه تاعي بالبيض نبدا نرش عليها السكر، هكذا سكر كريستاليزي. بعد ما كملت الحلوه ديالي نسخن الفرن على 200 درجه. ندخل السنيوه ديالي، غير نشوفها تحمرت من الفوق من تحت، نشعلها من الفوق حتى تاخذ اللون الذهبي. هذه هي الحلوه تاعنا بعد ما طابت، حمرت لنا من الفوق ومن تحت، خذت اللون الذهبي. نتمنى تكون عجبتكم الوصفه. نتلاقاو في وصفات اخرى ان شاء الله.